عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، يعني قيل أن كل عمل يفعله ابن آدم في حظ لنفسه فيه واطلاع الناس عليه وغيره. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. والله يكفي تعظيما للصيام، ويكفي ثوابا للصيام، ويكفي عظمة للصيام إن الله نسبه لنفسه. والله عظيم لا ينسب لنفسه إلا شيء عظيم. فتخيل إن الصيام ربنا ينسبه لنفسه. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ربنا يتولى جزاء الصيام بنفسه، يجازي الصائمين بنفسه. يعني سبحان الله، الإنسان لما بيعمل أي حسنة، مثلا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا حسنة، هذا ذكر لله، فربنا وكل الملائكة تكتب الحسنات. طب الصيام، عشان الصيام ثواب عظيم جدا، الملائكة مش هتقدر تتخيل يعني عظمة هذا الأجر، مش هتعرف تكتبه. فربنا تولى جزاء الصيام بنفسه. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ربنا تولى بنفسه يجازي الصائم. الصيام عبادة عظيمة جدا، وباب عظيم جدا من الخير، فنحرص على الصيام. ربنا ربي يعيننا على الصيام ويجعلنا من أهل الصيام. وربنا ربي يكتب لنا دخول الجنة من باب الريان، اللي هو باب الصائمين.